بالنسبه للكتب، لو ارشح لكم كتب تقراوها هتفرق برضو في حياتكم. عندكم مثلا كتاب كتاب جو جيرارد بتاع كيف تبيع اي شيء لاي انسان. اي نعم الكتاب اصدار ثمانيناتي، تمام، وهتلاقيه بيكلمك اصلا في حاجات لها علاقه بالبريد والحاجات ديت القديمه دي، بس انت بقى حدث منها. بس هو ككتاب وكاسرار وكمعلومات هيفيدك قوي. كتب معينه، وطبعا مش اي كتاب تقراه، علشان برضه حاليا الكتب برضه دخل فيها فساد بقى دلوقتي. نظام الكتب انا عايز ابيع لك كتاب واقعد اقول لك كيف تصبح مليونير في 4 ايام وحاجات غريبه كده، في كتب غريبه بتطلع كده، فما مش اي حاجه برضه. وطبعا الكتاب اللي انا انصح بيه بشده برضه كتاب بتاع روبرت كيوساكي، اسمه الاب الغني والاب الفقير. ده برضه جميل، انصحكم بيه برضه، هيفرق في حياتكم جامد. يعني حتى كان بيتكلم في نقطه اللي هو تخيل نفسك عامل زي الفار بتلف جوه حلقه مفرغه، تصحى من النوم تشتغل، تروح تجري بسرعه تنام عشان تصحى تاني يوم تشتغل، وتروح وتنام وتصحى تشتغل، وهكذا. فانت بتحاول انك تطلع من الدايره دي. وهو طبعا قايل لك على حاجات انا ما بحرقش، فابقى اقرا الكتاب وهتستمتع جدا.